السلام عليكم. بالفيديو شاهد ماذا فعل وليد الركراكي للثلاثي حكيم زياش وبوفال وعبد الرزاق حمد الله. لكن قبل ذلك المرجو متابعة القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. عقد وليد الركراكي مدرب المغربي اجتماعا مع عدد من نجوم منتخب الأسود قبل المباراة الأولى ضد كرواتيا. وحسب مصادر إلكترونية الركراكي انفرد ببعض لاعبي المنتخب يتقدمهم الثلاثي سفيان بوفال وحكيم زياش وعبد الرزاق حمد الله، وأكد بأن تناغمهم وانسجامهم سيعود بالنفع عليهم وعلى المجموعة. وأوضح وليد في رسائل حاسمة لجميع لاعبي المغرب أنه القائد وصاحب الأوامر، مشددا على أن محيط المنتخب ينبغي أن يكون مثل العائلة الواحدة. وختم مخاطبا نجوم الأسود: كتابة التاريخ بين أيديكم، وهذه المشاركة تبشر بإنجاز تاريخي ينبغي بلوغه، وهذا لن يأتي إلا بالإيثار وأن تكون مصلحة المنتخب فوق كافة الاعتبارات. ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة كرواتيا الأربعاء المقبلة ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في المونديال، التي تضم أيضا بلجيكا وكندا.